السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نبدأ وصفتنا اولا بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. النهاردة هتعملي احلى بيتزا بمكونات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. هنحتاج لكيلو من الدقيق، هننزل عليه بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقتين كبار من السكر. طبعا عارفين ان السكر هو اللي بيفعل الخميرة، فاكيد اي وصفة بنستخدم فيها خميرة لازم بنستخدم معاها السكر. وكمان ما ننساش معلقة الملح الصغيرة اللي هتعادل معانا الطعم. عايزة اقولك ان الكمية دي، كمية الكيلو، هيعملك 2 من البيتزا، يعني صينيتين كبار. لو انت حابة ان انت تعمليها بيتزاية كبيرة بحجم عائلي، هتعملك 2 بيتزا كبار بحجم عائلي. هتكفي اكبر اسرة ما شاء الله باذن الله، وهيفيد منها كمان. وبعدين هننزل ببيضة واحدة، هنقلبها في المكونات الجافة كويس جدا. بمعلقة او بايديكي قلبي المكونات كويس جدا مع بعضها، وبعدين انزلي بربع كوباية من الزيت. خلاص كده قلبنا المكونات مع بعضها كويس. في المرحلة دي هنستخدم ايدينا علشان نتأكد ان احنا خلطنا المكونات كلها، وتأكدنا ان الدقيق اتغلف كويس جدا بالزيت اللي احنا حطيناه والبيضة كمان. طيب في الوصفة دي او في طريقة البيتزا عامة انت مش هتحتاجي لبن. عايزة تعجني بلبن مفيش اي مشكلة. ممكن تستغني، ممكن تعجني بالمية، بس هنضيف معلقتين كبار من الحليب البودر على المكونات الجافة. دي خطوة اختيارية. انا هنا مش بعجن بلبن خالص. انا هنا كان عندي حوالي نص المج اللي انا بعاير بيه قدامكم ده، كان فايض عندي لبن. فضفته على حوالي 3 كوبايات او 3 كوبايات ونص كمان من من الميه. فلونه اتحول كده. طبعا الميه انتوا شايفينها كانها حليب قدامكم او لبن. اللي غير لونها كده هو نص المج اللبن اللي انا ضفته على الميه. فانتي عادي خالص لو مفيش لبن موجود عندك مفيش اي مشكلة، يبقى هتضيفي معلقتين كبار من اللبن البودر على المكونات زي ما اتفقنا. كيلو دقيق هياخد معاكي حوالي من كوبايتين ونص ل3 كوبايات من المية او من الحليب. طبعا احنا هنا اتفقنا ان احنا هنا مش هنعجن بحليب، احنا هنا هنعجن بمية. ولكن انا هنا ضفت نص كوباية زي ما قلت لحضراتكم، نص كوباية من اللبن. انتي لو هتعجني بالمية يبقى هو معلقتين اللبن هما اللي هيفرقوا معاكي. طبعا خطوة مهمة جدا او ملحوظة مهمة جدا، احنا لما بنيجي نعمل اي معجنات طبعا مش بننزل بكمية السوائل كلها مرة واحدة. انا بنزل بنص كمية السوائل، وبخلي الباقي بنزل بيه بشوية بشوية على حسب ما العجين يلم معايا. طبعا لان كل دقيقة بتختلف عن التانية. خلاص كده عجننا. انا عايزة العجينة تكون طرية معايا، يعني طرية بتلزق على بسيط. بس كده هسيبها تختمر، وبعدين هجيب العجينة هقسمها على نصين او على قطعتين. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم انا هعمل بيتزاية بحجم عائلي، يعني بيتزاية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده.
حريتك انت بقى، لو انت حابة ان انت تعملي ميني بيتزا او تعملي مثلا صينيتين صغيرين، مفيش اي مشكلة. انت يعني انت وراحتك. عايزة اقول لكم، اول حاجة بقى هنفرد البيتزاية كويس جدا، وبعدين بالشوكة كده وهنخرمها. وبعدين بقى اول خطوة هننزل بيها هو الكاتشب. الكاتشب ده انا عاملاه في البيت حلو جدا، احسن من الجاهز كمان. ان شاء الله هبقى انزل لكم الطريقة بتاعته، هي طريقته سهلة جدا. بس بأمانة أنا بعمله في البيت بيطلع بنفس قوام الكاتشب الجاهز ونفس الطعم كمان وأحلى كمان. طبعا دي حاجة نظيفة احنا عاملينها في بيوتنا، مش هنخاف منها لأنها ما فيهاش أي حاجة. مش مقلقين من أي حاجة واحنا بناكلها. ونجيب علبة جبنة فيتا وننزل بيها كده حتت حتت كده على العجينة هنوزعها، وكمان الزيتون المخلي. وتعالي بقى اعملي خلطة حلوة قوي هتوديلك البيتزاية في حتة تانية. هاتي بصل وطماطم وفلفل وقطعيه شرايح رفيعة جدا. طبعا الطماطم هنحوش منها القلب اللي هو بيبقى القلب بتاعها ده، علشان هينزل مية كمان، فده هنستغنى عنه. وهنمسك الجزء الخارجي من الطماطم وهنقطعه شرايح رفيعة جدا زي ما حضراتكم شايفين. تبلي الخلطة اللي انت عملتيها دي بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر، وكمان رشة حلوة كده من بهارات الفراخ لو موجودة عندك. وتفرجي بقى على الريحة وكمان الطعم. طبعا البيتزاية دي احنا عاملينها كده يعني من غير لحمة من غير اي حاجة، يعني بيتزاية كده ايه، مش هتكلفنا كتير. هاتي بقى لو موجود عندك حتة لانشون، قطعيها شرايح رفيعة وبعدين انزلي عليها على البيتزاية كده يعتبر خلاص. هنشغل الفرن. لو انتي مشغلة فرن البوتاجاز يبقى هتشغليه على درجة حرارة عالية، وهتدخلي الصينية. طبعا هنشغل البلاطة فقط، لكن لو هتطيبيها في فرن غاز كبير من اللي هو الفرن اللي بنخبز فيه العيش البيتي، هتعملي زي ما انا ما عملت. هتشغلي الشعل، هتهديها جدا كأنك هتطيبي القرص، وكمان البلاطة هتكون وسط. اول ما تحسي ان البيتزاية معاكي خلاص وشها خلاص كده اصفر زي ما حضرتك شايفة، هتنزلي بقى بالجبنة الموتزاريلا. يا دوبك هنسيبها في الفرن حوالي دقيقتين 3، نحس بس كده ان الجبنة خلاص ساحت. وبعدين هنطلع الصينية على طول، لازم نغطيها بالشكل ده. طلعت معايا بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم العجينة هشة وطرية جدا، البيتزا طالعة ما شاء الله طعمها حلو قوي قوي قوي. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وأسيبكم وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.